السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال وافضل صحة يا رب العالمين. وحشتوني جدا 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 من الشهر اللي فات، لاني كان اخر فيديو نزل الشهر اللي فات. انا بعتذر جدا عن تأثيري في تحميل يعني فيديوهات وتصوير وكده. انا حرفيا ما بمسكش التليفون ان انا اصور ابدا. ما علقتوش على الستاند ولا فتحت كام ان انا اصور فيديوهات وكده من اخر فيديو نزل لكم. بس حقيقي وحشتوني 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 والله وحشتوني جدا. انا بس عارفين، انا لو وريتكم اصلا الشاشه بتاعه الموبايل، اللهم لك الحمد قدر والله ما شاء فعل. الدشدشت 100 حته، اللهم لك الحمد برضو، يعني كله فضل ونعمه من عند ربنا يا رب، اللهم لك الحمد. آه، يلا بينا ندعي لجميع موتاي وموتاكم وجميع موتى المسلمين اجمعين، اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم، اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند السؤال يا رب العالمين، واسكنهم فسيح جنتك جنات النعيم، اللهم امين. عاملين ايه؟ طمنوني عنكم. شكرا لكل حد دخل سأل عليا وبعت لي كومنت. انا مش عارفه والله العظيم اقول لكم ايه، غير ان ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب، ويبارك لي فيكم يا رب، اللهم امين. بصوا ده التموين طبعا انا فتحته. انا التموين ده انا جايباه بقالي كام يوم، انا من يوم 2 جايباه. احنا النهارده كام؟ الفيديو النهارده يوم 5 تقريبا او 6. النهارده 5 ولا 6 والله ما فاكره، 5 ولا 6. فعارفين اللي هو هقوم اصور. عارفين اللي هو ايه؟ لا مش قادره، طب انا تعبانه. النور بقى اللي معكسني خالص ان انا النور عندي بيقطع من الساعه 12 لغايه الساعه 1:30 الصبح يعني. فاللي هو ده انا اليوم بيلخبطني جدا النور دوت، وهو اللي بيعطلني بزياده. عارفين اللي هو انا في الوقت ده اللي ممكن اصور او حاجه، فبيعطلني هو تلكيكه يعني. فرغيت معاكم كتير، طمنوني عنكم، وحشتوني قوي والله بجد. عايزه اقعد اتكلم معاكم بس مش عايزه اصور اي حاجه تاني. خلونا كده نعرف اسعار التموين. ده التموين بتاعي اللي عارفين. اول حاجه الراجل خمني، حسبي الله ونعم الوكيل، مش مسامحاه اقسم بالله ما مسامحاه، وهروح له هروح له مش هسيبه. الزيت في التموين بقى ب30 جنيه. زيتنا دوت بقى ب30 جنيه. دي جايباها المفروض حر. انا مش عايزه سكر، ليه؟ لاني انا السكر انا الكيس بيقعد عندي شهر شهر ونص. فقلت هجيب بدل السكر ازازه زيت كمان، لان ايه في حاجات يعني منها بتطلع. فالمهم انا قلت له خلاص تمام، اديني اللي هو سولينا ديت لسه جديده اول مره اشوفها، وكمان لتر صافي. فبكام هو حاطط عليها سعر تقريبا يا 50 يا 55 جنيه. تمام، فالمفروض ده حر، فهيديهولي بالسعر اللي هو حطه عليه 50 55 حاجه زي كده. والله العظيم والله العظيم اتصدمت بعد ما روحت بشوف الورقه بتاعه التموين، يمكن هي اترمت، لقيته محاسبها لي ب60 جنيه. فقعدت حاسبن عليه واقول له والله اللي هروح لك يعني وقت ما اروح السوق، لاني التموين جايباه من السوق مش من الست اللي جنبي هنا. فقلت لما هروح له هقول له انت مديني الازازه ب60 وانا جايباها وانت مكتوب عليها 50 او 55. دي طبعا انا فتحتها لاني كنت محتاجه الزيت اليوم ده، يوميها يوم ما جبتها، وكان ليا جنيه ما سبتهوش يعني. بصوا انا في التفاهه ما اقولكوش يعني. يعني انا ما بصيتش في الورق عشان اشوف ال60 جنيه، وبصيت للجنيه. اللهم لك الحمد. جبت المكرونه دي، المكرونه هي مش مكرونه شعريه، اسفه. كان باقي لي تقريبا 14 جنيه. 14 جنيه. فبكام كيس المكرونه؟ ب8 جنيه. قلت له هات لي كيسين بكام؟ ب16 جنيه. فجبت كيسين مكرونه ب8 جنيه كيس بس. وهو ده التموين بتاعي. انتوا متخيلين يعني ان هو ده اهو تمويني والله العظيم. اللي هو ايه يعني؟ هنعمل ايه؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. هو ده مشتريات التموين، مفيش ولا زيادة نزلت ولا اي حاجة، هي الزيادة اللي كانت موجودة اتشالت. مفيش اي جديد غير ان الحاجة بتقل وبتغلى. بتقل طبعا ليه؟ لاني اسعارها بتغلى. فمثلا الازازة 20 اللي كنا بنجيبها كنت بجيب 4 5 6 كمان، والراجل كان بيدهوني الحر ب22 او ب25. لا ده بقت ب30 جنيه الحر منها اهي، ب50 بديها ب60، مش مسامحة لا. والشعرية ب6 جنيه. كنت الأول والله كنت بجيب
زيت وسمنه، زيت والله العظيم كنت بجيب سمنه، كنت بجيب زيت وسكر وسمنه وشاي وشعريه وصلصه وايه كمان الله، وساعات والله ارجعوا لفيديوهات التموين هتلاقوني كنت بجيب صافو اللي هو رابسو اريال، كنت بجيب حاجات كتير، كنت بجيب شنطتين من عنده، والله 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 كنت بجيب شنطتين تموين من عنده. دلوقتي هو ده تموين، كيسين شعريه واربع ازايز زيت. فاللهم لك الحمد على كل حال. عرفوني الاسعار عندكم، واسفه لو كنت رغيت معاكم كتير، بس حقيقي وحشتوني. اكتبوا لي الاسعار وطمنين عليكم في التعليقات. وفي فيديو كمان بقى، بصوا يعني داخله وقوه كده، فيديوهين ورا بعض هصور لكم فيديو كمان، مشتريات بقى تانية خالص. والتموين ده آه، ابدأوا هاتوا وشيلوا منه لرمضان. اسراء احنا فين ورمضان فين؟ رمضان الاسعار احنا شايفين كل يوم والتاني في الطالع. دي حاجة. الحاجة التانية ان رمضان ما بيجي بسرعة، احنا في شهر 8. رمضان ان شاء الله بأمر الله تعالى لو كان لينا عمر وربنا رايد لنا ان احنا نحضره، هيبقى في شهر 3. فتسعة 10 11 12 1 2 3 7 شهور. 7 شهور يا مين يعيش. لا والله العظيم الايام بتجري بسرعة، مش بتجري، دي بتطير بسرعة، مش بتجري والله، لو بتجري هنجري وراها، لكن دي بتطير، عارفين، صاروخ. فالحقوا اعملوا حسابكم من دلوقتي في خزين رمضان. خزين رمضان، كل سنة وانتم طيبين، يا رب يعود عليكم الأيام كلها بخير. هاتوا شعرية شيلوها، هاتوا السكر وشيلوه من دلوقتي عشان حلويات رمضان، هاتوا السكر وشيلوه. لو هتبقى مثلا تجيبوا ماجي وتشيلوها، الحاجات دي هتفرق معاكم، وهتيجوا تطلعوا كرتونة رمضان والخزين اللي شايلينه قبل رمضان، هتلاقوا ما شاء الله اللهم بارك شايلين حاجات كتير هتوفر عليكم وهتشيل من عليكم. غير ان رمضان جاي في وقت مدارس، وجاي وقت هيجي وقت امتحانات ووقت دراسة، فهيبقى مصاريف كتير جدا 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 على الواحد. فاللهم لك الحمد، ربنا يا رب يرحمنا برحمته. كده فيديو مشتريات التموين، اتمنى يعجبكم يا رب. ما تنسوش اللايك والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد على خير. مع السلامه.